السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير في مصر وبره مصر يا رب. ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا عملت فيديو يا حبايبي عن مصالحة الاخوات. اجتني رسالة وجعت لي قلبي وكياني كله، وهتوجع قلب اي حد عنده رحمة يسمع الفيديو ده. وفي النهاية ان شاء الله هكتب لكم الرقم صاحبة الرسالة ان شاء الله بإذن الله. انت يا حبيبتي اللي بعتلي الرسالة، لو انت بتتكلمي على اخيكي او بتتكلمي مع الناس، لو انت ليكي اخ ومخاصمكي او انتوا متخاصمين مع بعض او انتوا زعلانين مع بعض، لو هو مش بيجيلكي روحيله انت. لو انت مثلا يعني كبيرة ناضجة العقل والسن، روحي انت صالحي اخوكي. لو انت ليكي اخ ومتجنبكوا انت واخواتك الصغار، روحي لاخوكي صالحيه واطلبي منه العفو. قول احنا اخواتك وانت اخونا. لو ليكي اخ، انا بقول لو انت ليكي اخ ماشي حبيبتي، صالحيه. ويعني لو انت مزعلاه في حاجه اتأسفي له وقولي يا اخويا او يا اخي ان احنا عيشتنا صعبة، احنا جوعانين زي ما انت بتقولي، احنا هيطردونا في الشارع من بيتنا زي ما انت بتقولي، وانت اقسمتي بالله ان كلام كده صادق واني صدقتك. وان شاء الله باذن الله كل اللي هيسمعكي هيصدقكي برضو. انا هحط رقمكي على الشاشة وفي العنوان لأي حد إن شاء الله ربنا يحنن عليكم القلوب القاسية في مصر وبره مصر وجوه اليمن اللي هي بلدكي إن شاء الله بإذن الله. وبالنسبة لليمن وبالنسبة للبلاد المنهارة دي، ربنا يعفو عنكم، اللهم اعفو عنهم يا رب. اللهم اعفو عن غزة وعن اليمن وعن السودان يا رب، اللهم امين. اللهم ارزقهم يا رب، اللهم ارزق الضعفاء القوة، وارزق الفقراء الغنى يا رب. اللهم ارزقهم يا رب، اللهم ارزقهم يا رب، وانصرهم على اعداء الدين يا رب. اللهم انصرهم جميعا يا رب على اعداء الدين يا رب يا رب. انا عايزة كل اخ يسمع الرسالة دي او الفيديو ده، سوا بره مصر، سوا جوا مصر، سوا في اي مكان هو هيسمع الفيديو، يعني يخلي في قلبه رحمة او تخلي في قلبها رحمة، وتروح تصالح اخوها او يروح يصالح اخته، مش يسيبها للبهدلة، مش يسيبها للذئاب، مش يسيبها للفقر. لو هي في بيت مستأجر يروح يدفع لها الإيجار، مش يسيبهم يتبهدلوا عند الناس، مش يسيبهم للذئاب ياكلوا في لحمهم ماشي. وانت موجود، انت اخ اللي بيمشي وبنعتر في صباعه بيقول اخ، ما بيقولش حد، بيقول اخ. هو انت الاخ، يعني انت الاخ ملزوم منك اخواتك. لو الاب مش موجود وسبت اخواتك، ولو امك موجودة وفقيرة لو امك فقيرة، حتى لو مش كانت امك، اي ست في البيت، لو امك، لو مرات ابوك وليك اخوات وانت عارف ان هم فقراء او هيترموا في الشارع او هيموتوا من الجوع وهتسيبهم، ربنا هيحاسبك، ربنا هيحاسبك ان شاء الله
حساب عسير، علشان انت بتتعشى واخواتك بيناموا جعانين، وانت بتفطر وبتتغدى وبتلبس ومهندم روحك انت وعيلتك وسايب اخواتك عريانين. انت هتتحاسب امام الله ان شاء الله في الدنيا وفي الاخرة. اوعى تفكر ان العمل ده هين، اوعى تفكر ان العمل ده سهل. ماشي؟ اخواتك ثم اخواتك ثم اخواتك، او امك ثم امك ثم امك ثم امك. اوعى تكسى على امك حتى لو كانت قاسية عليك، اصل هي امك هتتحاسب عليها، هتتحاسب من تحت راس امك لو اهملت امك دي، حتى لو هي مرات ابوك. علشان خاطر ابوك راعي مرات ابوك وراعي اخواتك اللي هو انت بتقول عليهم مش شججة. انا بكلم اي اخ قاسي وقلبه قاسي على اخواته وسايب اخواته يتبهدلوا. الرسالة دي انقطمت وسطي، الرسالة دي تعبت قلبي من جوه. فانا بناشد كل اخ مخاصم اخواته الولاية البنات يروح يصالحهم ويشوف التزاماتهم. ان كانت البنت دي قاعدة مع اخواتها في بيتها كبنت لسه ما اتزوجتش، مش في رقبة راجل هيأكلها ويشربها، روح يا ابني شوف اخواتك، روح يا ابني ادفعي لهم ايجار البيت، حرام عليك يا ابني. اني لو جاني بس البنت دي اللي بعتلي الرسالة دي انا هاخدها في حضني، انا هدفعي لها ايجارها على قد ما ربنا يقدرني هعمل لها. طيب انا هبعت الرقم يا حبايبي، انا هبعت الرقم البنت دي صاحبة الرسالة، وهبعت رقم بطاقتها للي عاوز يعمل خير من مصر برا مصر، ايا كان المكان اللي هيسمع الفيديو. لو عاوز يعمل خير في الايام المفترجة دي على الرقم ده وعلى رقم البطاقة يبعت لهم اللي ربنا يقدر عليه. هنكتب العنوان على الشاشة او الرقم، وفي العنوان برضه هيتكتب ان شاء الله. اللي مش يشوف ده يشوف ده، وتتواصلوا مع البنت الغلبانة دي اللي قاعدة في بيت بالايجار من اليمن يا جماعة، من اليمن، واليمن فيها حرب والله اعلم بالناس. ابعتوا اللي ربنا يقدركم عليه، اللي ربنا يقدركم عليه، وجنيه على جنيه بيصبح 2، و1000 على 1000 بيصبح 2، وربنا هيبعت الرزق ان شاء الله. مرة تانية اقول يا اخ خلي بالك من اخواتك في عدم وجود ابوك. لا طالما محتاجينك، لا مش محتاجينك في المال، محتاجينك كأخ، كسند ليهم، انت سندهم في الدنيا. ماشي حبيبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.